يلا بينا على النبي. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا لي فولو على الانستجرام. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. الفيديو ده متصور من حوالي شهر، انا كنت مكسله بس انزله. هو كان متصور كمان قبل ما اعمل الميك اب والحاجات دي، وكنتش فايقه خالص ان انا اصور اصلا ولا منتج ولا الكلام ده. فقلت بقى ايه، هبدا ان انا اصور فلوجز وهبدا ان انا اعمل ميك اب، بس انزل الميك اب الاول وبعد كده اصور الفلوج ده، يعني احطه في الاخر. ولكن بقى ايه، لما لقيت نفسي مش عايزه اعمل ميك اب فقلت انزل لكم الفلوج ده ويا رب يعجبكم. بصوا، هو كل حاجه تبقى موجوده زي ما هي، ما مش متغيره، اسعار زي ما هي في الاماكن والكلام ده كله اللي انا مصوراها، لان انا ما كانش من وقت كبير، يعني كان حوالي شهر. بصوا يا جماعه، انا واقفه هنا بركب رايحه اسمه ايه ده، ابو العباس وكده، ورايحين زياره للمساجد اللي هناك والاولياء وكده. اول ما ادخل ان شاء الله هصور لكم من جوه شكل المسجد عامل ازاي. انا عارفه ان في ناس متابعاني بس مش من مصر ولا مش من اسكندريه اساسا، فحبيت ان انا اصور معاكم من هنا الزياره ديت عشان تشوفوا اسكندريه وابو العباس من جوه عامل ازاي، والمسجد بتاع الاولياء برضه عامل ازاي. انا واقفه بركب مواصلات عموما، يعني خليكم معايا خطوه بخطوه. يا صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ بصوا بقى، احنا هنعمل فلوج مع بعض، يا رب يعجبكم. هو فلوج بسيط كده وخفيف، يا رب يكون خفيف على قلبكم، ويلا بينا نبدا. اديني ركبت اهو، وبرده ان شاء الله اول ما اعمل اي حاجه هصورها لكم، يعني لو رحت في اي حته اصور لكم. وكمان زي ما قلت لكم لو رحنا الاوليه دي برضه هصور لكم جوه الشكل عامل ازاي. ووصلت المنشيه، طالعه بقى ايه، رايحه على ناحيه البحر كده. هشوف هعمل ايه طبعا، واقول لكم اي جديد هقول لكم عليه. هنا بقى اختي على شريط الترام اللي في المنشيه كانت بتشتري جراب لتليفونها. بصوا الجراب ده شكله حلو قوي، وكمان سعره رخيص مش غالي. اللي ضايع واللي واخد روحي من غير مراجعة، عايز ياخد حتة تاني، حط نفسك يوم مكان له انت في الليل، انا بشكي في حالي معرفش مالي واللي واصل. هنا كانت هتاخد الاورنج، بس انا قلت لها تاخد الزيتي عشان خاطر غامق وكده، ولكن الاورنج هيبقى فاقع. وبعدين راحت جابت سكرينة والجراب وعملوا حوالي 65 جنيه دفعتهم. الجراب كان عامل 25 تقريبا، فأسعارهم يعتبر حلوة. هم مكانهم على شريط الترام، طبعا مش بعمل اعلانات ولا دعاية. بصوا يا جماعة، اليوم ده كنا نازلين ناويين ان احنا نروح محطة رمل ونتفرج على حاجات، ولكن لقينا نفسنا بنتفرج على الحاجات اللي في المنشية. بصوا، طبعا انا جدتي ساكنة في المنشية، عشان كده يعني ايه عارفين الدنيا كويس. بصوا المكان ده اصلا موجود في المنشية، اصلا الدنيا مليانة هناك حاجات، بنطلونات بقى وتيشيرتات وكلام من ده. وفي كمان على الفرش اللي انتوا مثلا ممكن تبقوا مش عارفين تشتروا منه، لكن وتبقى الحاجة موجودة في المحلات بنفس اللي على الفرش ولكن أغلى، يعني ممكن تشتروها عادي من على الفرش وتنفعوا على الأقل صاحب الفرش ده بيبقى غلبان. لكن اللي في المحل بيزودوا أسعار، طبعا هما بيراعوا ان في ناس بتشتغل عندهم ونور ومية بيدفعوها حاجات كده، ولكن احنا برضو نشجع الناس اللي هي على الفروشة دي. بيبيعوا حاجات والله العظيم جميلة وحلوة، وفي نفس الوقت أسعارها أحسن من المحلات. 120. بصي كله حاطط عليه 120. في كمان بصي لهم جيوب حلو ده.
حبيت اسيب لكم صوت ماما وهي بتقول ان هو مكتوب عليه ب120، ولكن هو سعره حلو جدا ب120 قماش، وممكن تنزلي بيه البحر او كده رايحة مصيف. بس فجأة ماشية في امان الله لقيت حد بيقول لنا يلا تعالوا شوفوا اتفرجوا على البلوزات الحاجات اللي عندي. دخلت لقيت البلوزات شكلها حلو جميل، اسعارها غالية شوية، ولكن الناس اللي هما في المنشية دول لما تقفوا معاهم لو هما كاتبين 500 ممكن ينزلولك ل200 و250 جنيه. البلوزة دي عجبتني شكلها، قلت ايه اما اقيسها. ف شفت اللون الاخضر بتاعها وشفت اللون البيج. بصوا المنظر، انا كنت يعني انا ولا لبست فوق هدومي اساسا، وواسعة عليا جدا، واسعة عليا جدا. و يعني بصوا بقى بحاول اجيب بحاول اجيب الصورة عليا، ولكن مش عارفة. بصوا منظره مش حلو خالص عليا، وواسع جدا. رحنا محل تاني عند ناحية وانتوا داخلين كده على المحكمة اللي هو في المنشية. وبصوا المحل حاجات فيها حلوة، ولكن مش كل حاجة بتليق على كل حد يعني. في حاجات شكلها حلو رقيق، وفي حاجات لأ. اهي بس بصي شبهها شويه. ما بقولك هي مش بس شبهها شويه زي بتاعت البدوي كده. يا ريتك كنت صورتيها صور. تعالي. المحل ده يعتبر اسعاره مش وحشة بالنسبة لجهاز العروسة اللي انا وريتها لكم دوت، الفوطة ب15 جنيه وكده. وده كمان عنده تشكيلة ساعات تحفة، بس انا ما حبيتش اصور قوي عشان محدش ياخد باله اني بصور كده. انا وانا ماشية بصور لكم، بقول لكم ايه يعني الدنيا. السلام عليكم. ما عندوش بناطيل دي اهو والبناطيل كده الجزء بتاع اسراء مكتوب عليه اسراء من الجنب كده. بصي بقى كده عايزه كحلي. لا بقولك على الشكل. نعمل كام ده لو سمحت؟ البنطلونات دي غالية تقريبا، كان الواحد عامل 150 جنيه او 170، وهي بنطلونات بيت او جيم يعني. هنا بقى رحنا عند ناحية زنانة، قلنا هنروح نحط الرمل عشان هنروح ناكل. بص بقى، بعد قرار مع ماما واختي وكده، قرروا ان احنا نروح كنتاكي. بص الميك اب ده انا عاملاه رقيق جدا، مش عاملاه يعني ايه يكون تقيل وكده، عشان انا نازله بقى ومينفعش رايحه الجامع بقى الكلام ده. انا عامله ميك اب خفيف كده اللي هو ايه يكون شكله حلو. يا جماعة انا شكلي في الحقيقة احلى من كده بكتير، انا مش عارفة الكاميرا مطلعاني شكلي مش لطيف يعني، وكاميرا التليفون مش حلوة خالص يعني، وكمان جايبة التصوير منغمش كده وحاجة، استغفر الله العظيم، معلش استحملوا معانا. قصدي اي حتة اروحها هصورها وانزلها معاكم. بص انا اصلا مكنتش محضره نفسي ان انا انزل وكده، مره واحده لقيت اختي عايز تنزل وعايزه تروح مش عارفه فين، وعايزه تشتري حاجات وبتاع، فانا مكنتش هنزل، بس قلت لا لازم ننزل بقى وكده عشان نتمشى شويه، عشان الواحد زهق اصلا من قعده البيت. معلش انا كنت بمضغ مستيكة فاعذروني او لبانة يعني زي ما بتقولوا. بصوا احنا هنا كده كنا وصلنا عند القهوة اللي هي بتاعت البورصة، وهنروح بقى محطة الرمل.
وبعدين بقى قررنا نروح كنتاكي، ولما رحنا كنتاكي لقينا الأسعار غالية شوية، بس يعني أنا بفضل بازوكا عن كنتاكي. وبعدين كمان أول ما دخلنا قلنا بقى ايه لأ ما بدهاش بقى ان احنا ايه هنروح فين، هنروح المكان اللي لسه فاتح جديد جنب بازوكا، وانا ان شاء الله هصور لكم اللي احنا هنعمله، وهتشوفوا في الفيديو برضو هتشوفوا الاكل اللي احنا جايبينه واسعاره ايه، وهصور لكم المنيو بتاعه. بصوا هما حاطين الاسعار، وانا معرفتش اصورها قوي لان هما مش عاملين ورق، ودي عيب فيهم مش ميزة خالص ان هما مش عاملين منيو او كده يدوه للناس، اللي هو انت بتقفي تقعدي تبصي انت هتجيبي ايه وتطلعي تقولي لهم تطلبي الطلب بتاعك وتطلعي على طول. لكن دي مش حاجة مش حباها قوي، انا حابة ان يكون في منيو. احنا بقى رحنا المطعم الجديد قلنا نجربه بدل بازوكا المرة دي، كنا رايحين بازوكا، وللعلم يعني بلاقي ناس كتير كانت داخلة بازوكا الاقيهم راحوا للساخن ده عشان يجربوه. تقريبا كده الساخن ده اخد زباين بازوكا يعني. اصلا بصوا الزحمة على بازوكا قد ايه وعلى الساخن ده قد ايه، هتلاحظوا الفرق طبعا. طبعا هنا دخلت انا مش بحب اجيب على وش الناس، انا بجيب الكاميرا لتحت كده، فبحاول على قد ما اقدر ما اجيبش على وش الناس، مش بحب كده ابدا. مش معلش بس فين الرجاله. نعم. بصوا بقى احنا رحنا بدل بازوكا رحنا المحل ده، قصدي بدل كنتاكي، غيرنا مسارنا وقلنا ايه هنختار ايه ان احنا نشوف حاجة جديدة ونجربها. ولكن بازوكا رحناه كذا مرة عشان عجبنا بصراحة، بس قلنا المرة دي هنغير مسارنا ونروح المحل ده جنب بازوكا في محطة الرمل. طبعا لما اطلب حاجة اقول لكم عليها واوريها لكم واقول لكم رأيي فيها، طبعا زي ما كنت في الفلوج الاولاني بتاع قبل كده اللي كنت رحت بازوكا فيه، وبعد كده رحت حسن ساعتها وكده، ووريت لكم كل حاجة، وريت لكم من اول ما نزلت تقريبا. بس انا المرة دي بجد مش عارفة اصور قوي وانا عارفة اتكلم اصلا لان انا ماما واختي معايا وكده، ومش عارفة اشرح يعني واتكلم. المهم فطبعا المحل ده زي بازوكا لما بيكون عليه ناس واقفة بتستني شوية حلوين، رجلي وجعتني قوي الصراحة، هشوف الوضع ايه كده وارجع لكم تاني. اسفة بجد لتصوير التليفون لان التليفون وحش جدا في التصوير، معلش اعذرني شوية. وهوريكم ديكور المكان من جوه، شكله حلو قوي يعني كده ايه على خفيف كده. بصوا كده الشكل المطعم حلو قوي، في كل حاجة، في كريسبي مشاوي في كل حاجة. انا هوريكم المنيو دلوقتي عشان تشوفوا الاسعار الناس اللي حابة تيجي يعني. طبعا دي مش اعلان ولا دعاية ولا الكلام ده، انا جيت مكان وحابة اشاركه لكم، ولو عجبكم او عجبني هنجي المنيو اهو. دي الاسعار اللي حابه ان انا اعرفها لكم عشان لو حبيتوا تيجوا. اصورك بالبتاع ده.
طبعا انا بصور لكم الاسعار عشان لو حابين تروحوا في الصيف، لو في ناس رايحه تصيف في اسكندريه وحابه تروح اماكن، فالمكان ده كويس جدا في محطه الرمل لو حابين تروحوه. جنب بازوكا على طول يعني، اسمه الساخن. بصوا بقى يا جماعة، احنا طلبنا فرخة مشوية تركي حاجة زي كده تقريبا، وهم مقطعينها بالشكل ده ومعاها بطاطس وكده. دي كانت عاملة 260 جنيه، ومعاها رز، وكمان جبنا معاها شيش طاووق. الشيش طاووق ده كان معاه برضو رز، وكان معاه بطاطس وكفتة وفراخ، وكانت الدنيا متظبطة، وكان معاهم عيش اللي هو العيش السوري ده تقريبا. فكان حلو قوي الوجبة دي. بس اللي كان عامل بقى ايه، الشيش طاووق ده كان عامل 180 جنيه، وغالي جدا بصراحة. يعني على قد الحاجة اللي فيه فهو غالي جدا. فيه حتتين لحمة وفيه حتتين فراخ وقطعة كفتة طويلة انت شفتوها دي، وطماطم وفلفل اخضر وكده يعني ب180 جنيه. الوجبة بقى كلفت معانا كلها حوالي 440 جنيه، ما بياخدوش خدمة. الفلفل ده حراق مولع جدا، ومشوي على فكرة مع الشيش طاووق، ومعاه الطماطم دي برضو مشوية. هتلاقوها طعمها حلو قوي. بصوا البطاطس اصلا هي يعني البطاطس هي يعني غالبة على كل حاجة. الرز والبطاطس هما اللي بيشبعوا. غير كده الحاجات التانية قليلة جدا، يعني بالذات الشيش طاووق قليل جدا. لو عايزين تجيبوا فرخة مشوية، قطع فراخ بروست، لكن الشيش طاووق يعني لفرد واحد ب180 جنيه، فغالي، فاهمين؟ طبعا لو هتروحوا المطعم زي ده حضروا نفسكم على 500 جنيه كده، وكمان عشان تطلعوا على كافيه تشربوا لكم حاجة. ولكن احنا كان الوقت اتأخر معانا فمعرفناش نطلع في كافيه او نروح في اي حتة، ولا حتى روحنا ابو العباس ولا الاولية ولا الكلام ده. كان نفسي بجد اروح، ولكن ان شاء الله في اي وقت تاني لما اجي رايحة هصور لكم برضو. و بس كده. طبعا احنا كنا بقى ايه مروحين. بصور لكم احنا مروحين بقى خلاص في محطة الرمل، طلعنا على البحر. انا فضلت واقفة شوية على الرصيف كده ببص للبحر. بعد كده روحت وركبنا الاتوبيس وخلاص. على كده الاتوبيس هناك كان ب6 جنيه ونص، الاتوبيس اللي هو العادي. يعني يعتبر برضو ايه الاسعار غالية كمان حتى في الاتوبيس. مشروع ارحم بكتير يعني يا جماعة. يعني عايزين يعني والاتوبيس كمان بيقعد وقت كبير على ما توصلوا كده. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير. متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، ومع السلامة. بص يا رقم مليان مش فاكر بقول لك تعالى ننزل احنا قاعدين متضايقين